أول مرة في حياتي أشتغل أي حاجة فنية، واخترت الريزن لأن أنا لاقية نفسي فيه. يعني بشوف فيديوهات بقالي فترة، مستمتعة جدا بالفن الرائي ده. لقيت بالصدفة على الإنترنت أشرف بيه، حاجة فوق الخيال، شياكة في المعاملة، ذوق، إن هو يجيلنا من القاهرة مخصوص ويعلمنا. صدقني دي بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي، وإن شاء الله طبعا ده مش أول تعامل معاك بإذن الله. فنان بيحب المهنة بتاعته. أنا هقول إنها مهنة بتاعته، مش هقول إنها حاجة كهواية وبس، لا، أنا حاسة إنها مهنته، لأنه بيدي فيها بطاقة، بحب، بمصداقية في الكلمة حتى اللي بيقولها لنا، بيعلم مظبوط. ما عندوش حاجة اسمها أنا هدي محاضرة لمدة ساعة أو ساعتين وباي باي، لا. أنا شايفة الراجل سايب وقته خالص لنا، وفي نفس الوقت هو كمان مستمتع معانا جدا. علمنا وساب كل واحد على قد إمكانيات تفكيره وإمكانيات اللي خدها منه، استفاد منه من الكلام اللي قاله، يطلع إنتاج. أنا الحتة دي اللي أنا عملتها، أنا مش قادرة أصدق إن أنا كان مفيش ساعة من المحاضرة إن أنا أنتج حاجة زي دي، وما خدتش مني، لأن أنا حسيت إن أنا طبقت كل حرف هو قاله، وبيبص عليا، ولو في حاجة عايزة تتظبط بتتظبط. هقول حاجة مجرد بس كلمة على دي، هي بالنسبة لي الدنيا بحالها. ربنا يخليك. حلو حلو، يعني أنا سعيد بالكلام ده. أنا سعيد. حاجة بسيطة ممكن الناس تقول إنها بسيطة أو بتاع، لا، دي بالنسبة لي حاجة حلوة قوي، وقضوا مني الفكرة بتاعتها. أنا عاملاها جو بحر، جو حاجة زي كده، كأن قضوا مني لزوجي الله يرحمه، كان لواء بحري، فأنا عامله له الحكاية دي لروحه، لأن أنا عارفة إن هو كان بيستهويه الحاجات اللي زي دي. فبالنسبة لي دي حاجة جميلة 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 إن بهديها له، والفضل لأشرف بيه بأمانة. حضرتك أنا أول ما جيت قلت لي الموضوع صعب، وانا هقعد فتره اتعلم. انت حضرتك شايفه فعلا محتاجه فتره تعلمي، ولا نقدر نفتح مشروع؟ ده انا ممكن دلوقتي اعمل 1 و2 و3 في وقت قياسي، وممكن ان بالافكار اللي هو اداها لنا وفرشها لنا كده، لا، ممكن اعمل مشروع تحت. انت حضرتك قلت لي ان انت اوريدي خدتي ورشه واتفقتي عليها، وهنبدا نشتغل في شغل الريزن، وده حقيقي. وانا من خلال الفيديو ده انا نزلت والله امبارح، اول امبارح بدور على ورشه قبل ما اتعلم، لان حاسه ان هبقى في ايد واحد محترم يديني معلومه مظبوطه. نزلت ولقيت الورشه والله يعني بتفق مع الراجل علشان ان انا اخدها باذن الله. وانا من خلال الفيديو ده، وانا هشير الكلام ده على السوشيال ميديا، وعلى يسعدني طبعا كل السوشيال ميديا الخاصه بفنان الرحاب. وانا بدعو اهالي السكان اسكندريه، بقول لهم تواصلوا مع مدام أنوش، وكلنا لازم نشجعها ونيجي نتفرج على منتجاتها. انا عايز اقول لحضراتكم ان هي فعلا فنانه، جواها فنانه كبيره جدا، فنانه ربنا يخليك. يعني فعلا انا اكتشفت النهارده فنانه. فتعالوا اتفرجوا، هتاخدوا فعلا منتجات راقيه ونحطها في بيوتنا، وانا بهنيكي. ميرسي. كل سنه وحضرتك بفضل ربنا. متشكر لحضرتك والله بجد، يعني انا اللي متشكره. شكرا.